كابتن علي، تشكيلة الأهلي النهاردة في الحقيقة يعني علاوة على المكسب المعنوي اللي اتكلم عليه كابتن محسن والذي يحتاجه الأهلي في هذا التوقيت. هناك مكسب فني أيضا واضح النهاردة بدخول شريف عبد الفضيل بجانب وائل جمعة، ودي قللت من الخلل الدفاعي اللي ظهر في المباريات الأخيرة للنادي الأهلي، وأصبح الطرفين إلى حد بعيد بيملكوا أيضا الخبرة. يعني أصبح الرباعي اللي ورا يعني الخلل أقل، في نفس الوقت عناصر الخبرة بقت أكتر، وبالتالي بتتضاءل فرصة كل العناصر اللي حسام البدري دفع بيها في الموسم السابق. هل ممكن الأهلي في ظل نتائجه اللي محتاجها في كل مباراة سواء في الدوري أو المسيرة الأفريقية بتجبر حسام البدري إنه ما يقدرش يدي فرص للصغيرين؟ هو طبعا الفرص كانت متاحة في الموسم الماضي بشكل أكبر. السنة دي عنده تخمة من اللاعبين وعنده تعاقدات كبيرة جدا، حسام غالي وشوقي. احنا شفنا شوقي بينزل آخر 5 دقايق، فوضع صعب جدا بالنسبة للشباب، مع ان انا شايف هم خدوا مشوار كويس قوي السنة اللي فاتت واثبتوا وجودهم ولاعيبه كويسه، لكن في ظل الكم اللي موجود في وسط الملعب، اذا كان حسام غالي وحسام عاشور واحمد فتحي النهارده بيتوظف كباك يمين ممكن جدا كمان في وسط الملعب، واحمد حسن وبركات وشوقي وابو تريكه، لا مجموعه النهارده بقت عمليه صعبه جدا في وسط الملعب. وزي ما قلنا كان على حساب ايضا ان عدد المهاجمين التوزيع فيها قليل. يعني انت بتدور تحط اي حد في وسط، انك تدور على فيرود عشان تلاقي الكم ده. هو انت مش موجود. انت عندك اصابات ودي وارده في يعني عندك اسامه حسني ومحمد فضل اصابات. ما هو بالظبط، ولكن اللي انا عايز اقوله برضو ان هو لما حرك شريف عبد الفضيل، دي مش اول مره شريف يلعب في المكان ده، لعب قبل كده. هو طبعا عشان فارق السرعه، لانه عنده بابا اركو سريع وعنده دودزي لما يلعب سريع، هو عشان كده حط شريف في المنطقه دي عشان السرعه. ومع ذلك طلائع الجيش راح مرتين بانفرادتين في الشوط الاولاني وبالتالي كانت في خطوره الفرص. يعني انا شايف انه برضو يعني ما اقدرش اقول انه نجح فيها، لكن عشان ما تمش تسجيل او ما سجلش طلائع الجيش، فما فيش لوم النهارده للاعبين. لكن طلائع الجيش في الشوط الاولاني كان خطر جدا، والفرصه فاتت على فاروق جعفر انه ما بداش بما انتهى اليه. يعني لو بادئ بالشكل ده وله عذره، يمكن زي ما قال الكابتن محسن ان هو ممكن جدا يكون عنده لعيبه مش عايز يفتح الماتش بدري، مش عايز يجازف بدري، مستني لما الامور تستقر بالنسبه للاعيبته تاخد على الجو المباراه. وخصوصا الاهلي زي ما قلنا جاي متحفز، جاي بعيد عن النتيجه بتاعته في الجزائر، وبالتالي زي ما قلنا صعب يخسر ماتشين، وبالتالي هو تفكير، لكن التفكير سليم واللي لعب بيه فاروق جعفر سليم، وكان ممكن يبقى 10/10 لو اللاعب نفذ اللي هو مطلوب منه او قدر ان هو يستغل الفرص. لكن الاهلي نجح زي ما قلنا في الشوط الثاني بخبرته ان يوقف خطوره طلائع الجيش، وحجم اداء معظم اللاعبين لطلائع الجيش، وحجم ومنع الخطوره اللي شفناها في الشوط الاولاني. ودي خبره كبيره للاعيبه النادي الاهلي اللي نزلوا في الشوط الثاني، وبالتالي نجح في انه واصل الشوط الثاني بامتلاكه للكوره وباختراقاته خصوصا في الطرف اللي فيه عبد الله رجب. عموما الاهلي استحق الفوز، هو الاكثر خبره في لقاء اليوم، ولكن طلائع الجيش الذي كان مرعبا للكبار اليوم يستحوذ دون خطوره. السبب بعد الفاصل. سيد معوض بالقميص رقم 12، كينو يرتدي القميص رقم 10 بالمناسبه في البدراء، حلوه من جده لسيد وبيعمل عرضيه حلوه ويستلم طلعت ويحطها على رجله ورجع تاني لابو تريكه، بيفتح اللعبه عند محمد بركات، يرجع ورا لفتحي اللي بيسدد تسديده قويه، جول، تسديده قويه، جول، ده حسام عاشور. يعود والعود احمد، يعود والعود احمد يا عاشور. مش ممكن البدايه القويه. حسام عاشور في الثانيه التاسعه هدف للنادي الاهلي، كره اولى من السنتره. مش بقول لحضراتكم فوز اول للاهلي وخساره ثانيه للطلايع. حامل اللقب ينتزع 3 نقاط والهدف لحسام عاشور. كابتن شاذلي، كنا بنتكلم قبل اللقاء على ان
فريق طلائع الجيش من الناحيه الجماعيه مقبول، ولكنه للمباراه الثانيه على التوالي بيحصد الهزيمه، وبالتالي رصيده 0 من النقاط قياسا لشكل الجدول الموسم الماضي. تراجع في الاداء وفي النتائج. ازاي طلائع الجيش يخرج من القصه دي؟ ما الذي كان ينقصه اليوم للظهور بشكل افضل؟ اللي كان بينقصه اليوم اللي كان موجود فيه السنه اللي فاتت في مباراه الاهلي، ان ناس تجيب جوال في النادي الاهلي. السنه اللي فاتت دودز جاب جول، طلعت محرم جاب جول وهم مغلوبين 2-0. يمكن الاهلي كان احسن من كده السنه اللي فاتت. الشوط الاول واحرز هدفين عماد متعب، الشوط الثاني بتغيير جميل جدا من فاروق جعفر نزل طلعت محرم وزادت الناحيه الهجوميه، طلعت محرم جاب الجول الاول 2-1، وبعدين دودز خلص الماتش بقوا 2-2 في الدقيقه 92 من الشوط الثاني. النهارده بيلعب بابا اركو لوحده، بابا اركو مش في الحاله الفنيه العاليه بتاعته، لا هو ولا دودزي ولا صلاح امين لما لعب. يعني الثلاث مهاجمين اللي الكابتن فاروق بيعول عليهم علشان يخلصوا له الماتش او الفرصه تيجي يجيبوا جول، للاسف لما هم لعبوا، لما زود الناحيه الهجوميه النادي الاهلي عمل العكس، انه اول الناحيه الدفاعيه بتاعته وغير في وسط الملعب علشان ما تجيش فرص للنادي طلائع الجيش. وده اللي حصل فعلا، ان التنظيم الدفاعي العالي المستوى بالنسبه للنادي الاهلي ما اداش فرصه لمهاجمي طلائع الجيش ان يجيلهم فرص، بجانب والجانب البدني كمان، بجانب اللعيبه كانت بتضغط لاخر دقيقه، لعيبه النادي الاهلي في كل جزء من الملعب، لياقه بدنيه 100%، بجانب طبعا اداء طلائع الجيش في الكرات الاماميه الطويله من الخلف للامام، دي طبعا بتبقى سهله للمدافعين وصعب على المهاجمين، وده اللي تعب مهاجمي طلائع الجيش. الناحيه الثانيه طبعا ان طلائع الجيش ما عندهوش زهراء الجنب اللي بيفتحوا اللعب واللي بيكملوا علشان يخلقوا فرص. كابتن شاذلي، هل اصبح زهراء الجنب في طلائع الجيش نقطه ضعف تحتاج مراجعه من كابتن خاصة يعني يمكن عبد الله رجب وياسين عبد العال هو مش مركزه ظهير ايمن، احنا دايما كنا بنشوفه لاعب وسط، ولاعب وسط لعيب كوره، كان بيلعب هنداوي مثلا ناحيه اليمين، الناحيه الثانيه كان بيلعب احمد عبد الله ناحيه الشمال. يمكن عبد الله رجب اصلا هو ظهير ايسر كويس جدا، لكن محتاج حمايه. يعني ايه محتاج حمايه؟ محتاج مسانده قدامه. لما بيروحوا له اثنين من النادي الاهلي بيلعبوه زي ما بنقول احنا ايه، يعني القط والفار، يعني بيديها لواحد والثاني بيروح يلعبها من وراه خد وهات، فمحتاج ان واحد يقف قدامه. اللي كان واقف قدامه ممدوح عبد الحي سايبه وبيروح ناحيه الهجوميه، فطول الوقت عبد الله بيلعب على اثنين من لعيبه النادي الاهلي، احدهما بركات وما ادراك بركات في فرق السرعه والمهاره والانطلاق. يعني كان المفروض طبعا ان على الاقل محمد حافظ نايمين عليه قلب الدفاع او اثبت ممدوح قدام عشان يحموا المنطقه اللي خاليه. لكن زي ما انت قلت يا كابتن طاهر ان المشكله اللي موجوده حاليا بالنسبه للطلائع الناحيه الهجوميه مش هي بتاعت السنه اللي فاتت، عايزه زياده شغل اكتر، والجنبين مظبوط. طيب قبل ما ننهي مباراتنا النهارده كابتن محسن، كابتن علي، في الحقيقه عايزين نتوقف عن ما يشغل بال الجمهور المصري عامة والجمهور الأهلاوي خاصة قبل المباراة المصرية أو المباراة المرتقبة أفريقيا. السؤال اللي بيفرض نفسه كابتن محسن، هل مستوى الأهلي وتشكيلته النهاردة محتاجة إعادة نظر قبل اللقاء الإفريقي ولا دي التشكيلة المناسبة؟ هو مجبر، سواء بإشراك العناصر القديمة، هو مجبر باللعب بهذه الطريقة لأنه ليس لديه رؤوس حربة. نادي الأهلي بيعاني من نقص حاد في رؤوس الحربة، مفيش واحد سليم إلا محمد طلعت، وهو لاعب ناشئ وله كل العذر، ولكنه يشكر على الجهد الذي يبذله. النادي الأهلي إذا أراد أن يلعب برأس حربة وحيد فلا بد أن يكون رأس حربة متعدد المواهب، رجل رأس حربة قوي طويل سريع، ضربات رأس، مهارات عالية، ثقة، خبرة. محمد طلعت لوحده لسه محتاج ناس تقف معاه، وان كان النهارده برضه بيزيد عن بيحاول. هو طبعا هو قادم، لكن في حاجه الى مسانده. النادي الاهلي في حاجه انه يساند محمد طلعت، مش طلع محمد طلعت هو اللي يساند اللاعبين الكبار. النادي الاهلي بيعتمد على اسلوب القادمون من الخلف الان، كل اعتماده على عناصر الخبره، وهي عناصر طبعا قادره على حسم اي مباراه حتى لو كانت بتلعب في وسط الملعب. ابو تريكه لاعب قادر على تغيير النتيجه، بركات، جده، احمد حسن، كل دول لاعبين عندهم القدره على تغيير النتيجه وعلى مساعده النادي الاهلي في الخروج من هذه الازمه. ولكن اعتقد النادي الاهلي قادر بهذا التشكيل
او ببعض تغييرات طفيفه في انه هو يستمر في قوته ويستمر في المنافسه. والخوف، كل الخوف ان تطلع قرارات مفاجاه للاتحاد الافريقي انها بايقاف بعض اللاعبين، وده هيكون قرارات مؤثره جدا في صفوف النادي الاهلي. ودي اللي ما نتمناهاش.